السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ المهم ان شاء الله اليوم جيتكم بواحد الكيكه ساهله واقتصاديه وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. الكيكه ديال خيزو ان شاء الله، اللي فيها 3 د الحبات ديال الخيزو محكوكين هما بهذا الشكل هذا، وكاس صغير ديال السنيده، كاس ديال الزيت، جوج بيضات، واحد خميره د الفاني، جوج خميرات حمرين، وجوج ساشيات ديال الكاكاو، هما جوج ساشيات ديال الكاكاو، ودقيق حسب الخليط، وقبيصه ديال الملحه. وهادو للتزيين كاين الفيرميسين، وكاين واحد الدانيط ديال الشوكولات، وكاين هنا تقريبا 2 غرام ديال الشوكولات. وغادي نبداو على بركه الله. ونديرو خيزو ونزيدو البيض، ونزيدو السنيده، ونزيدو الزيت، ونزيدو خميره الفاني، ونزيدو الكاكاو، جوج ساشيات ديال الكاكاو، وغنطحنو هذا الخليط. بسم الله. كنحتضر البنات وقبيصه ديال الملحه نزيدها، بقاو معنا. من بعد ما طحنا هذا الخليط مزيان غنبقاو نزيدو دابا في الدقيق، نزيدو في الدقيق شويه بشويه. الدقيق البنات على حسب الخليط، انا ما كنعبرش. ونزيدو الخميره، غنخلطو دابا الدقيق مع المكونات. نبداو نحركو هذا الطحين اللي ما تحركش لينا. نزيدو عاوتاني شويه ديال الدقيق، نعاودو نزيدو شويه. صافي غنطحنو دابا مزيان. دابا غنطحنو هاد الدقيق مزيان البنات، وبقاو معنا باش تشوفوا الباقي ديال المكونات والطريقه ان شاء الله. من بعد ما طحناها هي
ومن طبيعه الحال لاطا ديالنا كندهنوها بشويه ديال الزبده وكنشرو عليها شويه ديال الدقيق. دابا غنخويو الكيكه ديالنا في المون. ها هو في اللاطه ديالنا كنجي بهاد الطريقه هادي. ها هي الصراحه البنات هاد الكيكه كتجي واعره، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. دابا ملي كنوجدوا الكيكه ديالنا كنهزوا واحد الكاس كنديروا فيه معلقه كبيره ديال نيسكافي. كنهزوا الكاس كنديروا فيه معلقه كبيره ديال نيسكافي وكنخليوهم كنخلطهم وكنخليوهم حتى كطيب الكيكه ديالنا، وكنسقيو بداك الكاس ديال نيسكافي. عاد كنزينو هي كي كتجي. بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالها وتشوفوا. المهم كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وشكرا لكم. من بعد البنات ما درنا الكيكه ديالنا طيب، كنشدوا واحد الكاس تقريبا بحال كاس واسع شويه ولا كاس العنبه، كنديروا فيه معلقه كبيره ديال نيسكافي. ها هي وكنعمروه بالماء طايب. الماء يكون طايب نخويو عليه بهذه الطريقه هذه ونخليوه عدادو ديال التزيين حتى توجد لينا الكيكه ديالنا، وغنسقيوها بداك الكاس ديال نيسكافي وعاد غنبداو نزينو فيها ان شاء الله. وبقاو معايا. المهم البنات من بعد ما وجدت الكيكه ديالنا هي كي كتجي. ها هي دابا كنسقيوها بعد الكاس ديال نيسكافي اللي سبق لينا وجدناه. كنسقيوها مزيان، كنديروا ليها كامل، كنبقاو نسقيوها بهذه الطريقه هذه حتى كتشرب داك النيسكافي. المهم كتخويو عليها داك الكاس كامل، ما تخافوا منها والو، تقولوا زعما راه حيت داك نيسكافي كتشربوا ديك الكيكه. النيسكافي هو اللي كيخليها تجي الصراحه كتجي كتذوب في الفم بالطريقه هذه. هي ومن بعد البنات من بعد ما ذوبنا الشوكولات ديالنا هو باقي سخون، كندوبو كندير ليه شويه ديال الزيت وكندوبو وكنخلطو مع داك دانون ديال الشوكولات وكنخويو عليها بهذه الطريقه هذه. كنبقاو نقادو داك دانيت وداك الشوكولات على الكيكه بهذه الطريقه. اللي بغى يدير الشوكولات وداك دانيت في الجناب ماشي مشكل، يدير بهذه الطريقه هذه. هي كتجي الصراحه كتجي رائعه. من بعد ما كنقادوها كنديروها في الثلاجه حتى كتبرد شويه، عاد كنقدموها. دابا كنرشوا ليها الفيرميسين من الفوق. زين راه كل واحد والشكل باش كيبغي التزيين.
نديرو ليها كامل من الجناب هكا. صراحه هي جات رائعه. هي وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، وكنتمنى تعجبكم. ها هو هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وكنتمنىكم تدعموني. نوريكم واحد الطريف كي كتجي. هي كتجي على هاد الطريقه هادي. ها هي شفتوها كتجي مخرجه من الداخل. ها هي الطريقه ديالها، الشكل ديالها هو هذا. كتجي رطبه، كتجي المهم كتجي رطبه وكتجي كتذوب في الفم و 100% غتعجبكم. وشكرا لكم، وما تنساوش الكومونتير، وما تنساوش تدعموني، وما تنساوش لي لايك، وشكرا لكم بزاف.